السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناة محسن الغزالي للسفر والتجوال وتصوير المشاريع بمدن المغرب. اليوم كنتواجدوا أمام المسرح الكبير بالعاصمة المغربية الرباط، أمام واد أبي رقراق، لننقل لكم آخر المستجدات حول بناء هذا المشروع. وقبل أن أبدأ هذا الفيديو أريد أن أشكر جميع المتابعين الكرام الأفاضل الذين اشتركوا معنا في القناة ويشجعونا سواء من داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، فتحية خاصة لهم جميعا. حنا دابا كنتواجدوا أمام هذا المشروع باش نعرف لكم على آخر المستجدات ديالو. كيف ما تشوفوا معنا حنا كنقتربوا شوية بشوية من هذا المشروع اللي هو الصراحة عطى واحد القيمة مضافة للعاصمة المغربية الرباط. كما تشوفوا معنا حنا دابا كنتواجدوا بالجانب ديال هذا المشروع. هذا البلاصه هذه كما تشوفوا معنا هذا هو صومعة حسان، راه قريبة تتبان من هنايا من جهة المسرح. ضريح محمد الخامس هو هذا البناية البيضاء. هنا كيبان لنا البرج محمد السادس اللي كيتبنى حتى هو كما تشوفوا معنا. حنا دابا بالقرب من هذا المشروع وحاول نعطي لكم بعض المعلومات المهمة حول هذا المشروع. وبينما انا كنصور لكم نعطيكم معلومات، قلنا بان الميزانيه ديال هذا المشروع وهي 1,677,000,000 ديال الدرهم. المساحه اللي غيتبنى عليها هذا المشروع وهي 7 هكتار. المشروع ديال هذا المسرح الضخم سيجعل الرباط واحده من العواصم الثقافيه العالميه. دابا غادي نحاول بينما كنصور لكم نحاولوا ندويو على الطاقه الاستيعابيه ديال هذا المشروع، وهي 2050 مقعد. وقاعة ثانوية للعروض بطاقة 520 مقعد، ثم فضاء مسرحي كبير بالهواء الطلق 7,000 متفرج لاستقبال مختلف التظاهرات الموسيقية والفنية. بالإضافة إلى توفر المسرح على مرافق أخرى متنوعة. كما تشوفوا معنا في هذه البلاصة هذه الجانب ديالها كله مناطق خضراء. في هذه البلاصة هذه كما تشوفوا معنا غتكون هنا الطريق اللي غادي تدي للمسرح الكبير. وبالاضافه هذه المناطق اللي حداها تقريبا حول المشروع كامله غادي تكون مناطق خضراء مثل هذه اللي تشوفوا هنايا. هذه بحسب المشروع اللي شفت في اللائحه النهائيه ديال هذا المسرح الكبير. كما تشوفوا معنا الشكل ديالو حنا تنقتربوا ليه شويه بشويه، تيعطي واحد المنظر اللي زوين الصراحه بزاف، على شكل الصراحه هاد الشكل ديالو اللي تصيف في مدينة الرباط عاطي واحد الشكل زوين صراحة بزاف. وكنشكروا المهندسة العراقية، المهندسة الإنجليزية من أصل عراقي اللي عطات التصميم ديال هاد المسرح والاسم ديالها وهي زها حديد. قلنا بأنها إنجليزية بريطانية من أصل عراقي، ولها خبرة في الهندسة المعمارية، ولها عدة أعمال أشرفت عليها في العالم. هاد المهندسة هذه توفيت سنة 2016 بفلوريدا بالولايات المتحدة بسبب أزمة قلبية، الله يرحمها. الهدف ديال هذا المشروع قلنا ديال المسرح الكبير وهو تشجيع جميع أشكال التعبير الإبداعي. وكيدخل هذا المسرح الكبير ضمن برنامج الرباط مدينة الأنوار الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2014-2018، بالإضافة إلى عدة مشاريع تدخل في هذا البرنامج لجعل الرباط عاصمة الأنوار، الرباط مدينة الأنوار. احنا دابا كنقتربوا شوية بشوية وغادي نحاول نقربكم من الجهة الأخرى ديال المدخل ديال المسرح اللي الصراحة واحد الشكل زوين بزاف. هانتوما كتشوفوا معنا لحظة بلحظة. تقريبا انا ما فقدش الاشغال هنا بزاف، الانطلاق العد العكسي تقريبا لنهاية الاشغال. هانتوما كنقتربوا شوية بشوية. هذه دابا الجهة على اليمين ديال المشروع. نحن نقترب شيئا فشيئا كيف ما تشوفوا معنا من هذا الجهة. غادي نحاول نمشي للجهة الأخرى باش نصور لكم المكان.
الجهة الأخرى ديال الواجهة ديال هذا المسرح هذا. هنا كيف ما تشوفوا معنا هنايا كاينة العلامة ديال الشركة اللي مكلفة بهذا البناء، وهي جيت كونتراكتورز المعروفة، اللي كتبني عدة مشاريع أخرى، سواء محطة القطار رباط المدينة، أو سواء موقع باب شلة، بناء باركين من طابقين، أو سواء المسبح الأولمبي اللي غادي نخصص ليه فيديو إن شاء الله. عدة مشاريع أخذتها هذه الشركة هذه. كما تشوفوا معنا هنا اقتربنا من الواجهة الأخرى باش ننقل لكم الصورة من هذا المكان. أنا بداية الأشغال ديال هذا المسرح الكبير كانت سنة 2014، وكان مخطط الانتهاء سنة 2018، ولكن الأشغال لا تزال مستمرة. نحن الآن نتواجد بالمكان بالقرب بأقرب زاوية، نحاول تصوير المكان بالضبط حتى ننقل الصورة بوضوح. كما تعرفوا معنا هاد البلاصة هذه اللي قدام المسرح، تقريبا حسب البرنامج اللي شفت في المشروع، فالبلاصة هذه كاع تقريبا غادي تكون مناطق خضراء، وكما غادي تكون طريق كتؤدي للباب ديال المسرح الكبير. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، والان غادي ننتقلوا لمنطقة اخرى، غادي ندير واحد الجولة في ساحة الجولان بمدينة الرباط. نحن الآن انتقلنا إلى ساحة الجولان كما وعدتكم من قبل، وطلبنا أحد الأصدقاء المتابعين حول تصوير ساحة الجولان. كما تشوفوا معنا حنا كنتواجد دابا بساحة الجولان، هي كيمر في النهار الترام كيف ما تشوفوا، راه معروف في مدينة الرباط. هذه كنصور لكم هذه كاتدرائية القديس بطرس بساحة الجولان. هي كاتدرائية رومانية كاثوليكية تتواجد في ساحة الجولان بالرباط. البناء ديالها تم سنة 1919، وانتهت الأشغال في 1921، وفي سنة 1930 تم البناء ديال هذا البرج اللي تنشوفوه دابا قدامنا هنايا، ديال هذه الكنيسة هذه. هاد جوج ديال الأبراج تبناو سنة 1930. المهم كمعلومات بسيطة، ما دمنا حنا جينا لهاد الساحة نعرفكم على هاد الكنيسة. كيف ما تشوفوا معنا الآن، والآن سأترككم مع أحد شوارع مدينة الرباط بشارع النصر في جولة قصيرة مع أغنية جميلة. وفي الأخير ما تنسوش ديروا لنا جيم وتخلونا شي كومنتير أو شي ملاحظة، والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله.